الخامس. الشقه دي موجوده تحديدا في جاردينيا، ودي المرحله اللي وصلنا لها حاليا، فاضل لها حاجات بسيطه جدا وتخلص ان شاء الله. عملنا الارضيات كلها بورسلين الا الغرف عشان عملنا حسابنا ان احنا هنركب باركيه. الاسقف كلها جبسن بورد والديزاين بتاعها معمول حلو جدا، وعملنا برضو حسابنا ان في اجزاء في السقف هتركب خشب. قطاع الالموتال في الشقه بالكامل بي اس كبير، باب الشقه مصفح تركي. ما ننساش طبعا ديكورات الحوائط اللي اتعملت من الجبسن بورد، واماكن الليد بروفايل على الحوائط وغرف النوم، وكمان الديزاين بتاع المكتبه وظهر التلفزيون. غرف نوم الاطفال فيها شويه تفاصيل في الحوائط هتعجبك قوي. هنستخدمها برضو كارفف للكتب، يعني مكتبه صغيره وفيها ليد بروفايل. راعينا في الحمامات التاسيس كويس جدا، وكابينه الدفن المعلقه، وعملنا ميكس ما بين الالوان الفاتحه والغامقه، وميزنا اماكن الشوارات والخوانقات اللي بتكون شكلها حلو جدا، بالذات لما بيتعمل فيها ليد بروفايل مع الرخام. مش هكلمك طبعا عن تاسيس الكهرباء والتكييف لان دي حاجه مفروغ منها ومعموله صح جدا. زي ما قلت لك فاضل حاجات بسيطه جدا والشقه تخلص. شويه رخام في جلسات الحمامات والاعتاب بتاعه الغرف، نفنش بقى الكهرباء والصحي ونركب الاسبوتات والدنيا هتبقى تمام. انا محمود مختار وده كان فيديو النهارده. سلام.